السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عاملين كده ايه؟ شاورما كده خفيفة لطيفة معانا. شاورمة الفراخ اللي ما دقهاش بجد فاتوا كتير، واللي مش هيعملها بالطريقة دي فاتوا كتير اوي. معانا بصل كده ابيض واحمر، فلفل الوان، ودي شرايح الفراخ مقطعاها بطريقة كده كبيرة كده، شرايح طويلة كده وكبيرة عشان تحس انك بتاكلي فراخ. هعمل ايه بقى؟ هوريكم الاول التوابل. ده الملح بتاعي، ده بصل بودر، توم بودر، بهارات شاورما، فلفل ابيض، فلفل اسمر، ايه تاني معانا، 7 بهارات، جوز الطيب. بس دي التوابل بتاعتي اللي معايا. هنشوف هنعمل ايه. دي طاسة سخنة سخنتها جدا على النار، خليتها بصوا. اول ما انزل بالفراخ انا محطتش الزيت الاول، عايزاها تتلسوع على سوعة الشوي كده، بتبقى تحفة جدا. بصوا، اوزعها بالطريقة دي كده. هفضل بقى ايدي معاها. بصوا اللسوعة اللي حصلت في الفراخ دي، انا عايزاها كده. بتبقى طعمها حلو قوي، وبصراحة بتبقى تحفة بجد. هفضل بقى اقلبها كده لحد ما تمتص بقى المية اللي فيها. هخليها بقى ايه، مشوية الاول، وبعد كده هوريكم انا من فين. بصوا كده، لونها اتغير، ما فيهاش لسه اي زيت او اي مادة دهنية خالص. زي ما انت شايفة كده، حرمشها زي ما بنقول. ولو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو، متنسيش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة مطبخ السعادة، ويا رب تكونوا دايما في سعادة. دي التوابل بتاعتي اللي اتعرفنا عليها. فلفل ابيض وتوم بودر وفلفل اسمر، بهارات شاورما. بصوا، ده بصل بودر، 7 بهارات. بصوا، ده جوز الطيب عشان لو فيها اي زفرة بحط حاجة بسيطة اوي يعني، مش بكتر. نزلت بالبصل كده. ده الزيت بتاعي، زيت بطاطس، زيت كويس يعني. بصوا، خليت البصل دبل فيها كده، وبعد كده هنزل بالفلفل. كل ده انا لسه ما حطيتش الملح، هحط الملح هنا بقى علشان خاطر ايه، اكون عارفة كمية الملح المناسبة للفراخ والخضار. انا ولادي ما بياكلوش الخضار ومغلبني، فبحط لهم من الحاجات الالوان دي، بتزغلل عينيهم بصراحة، وبتبقى جميلة. وهي كده معايا جهزت. اسرع عشاء غدا زي ما انت عايزة. وانتظروني في فيديو جديد، واقول لكم باي.